من قلب الإسماعيلية للعالمية، ما فيهاش شاب عاطل وبتدخل عملة صعبة للبلد. الناس في أمريكا وروسيا ودول الخليج ما بيستوردوش غير منها، والناس من كل مكان في العالم بتدور على إنتاجهم. قالوا عليها قرية الذهب الأحمر، وعرفت بزراعتها ترفع اسم مصر وجودة إنتاجها وجمال فاكهتها في العالم. يا ترى ليه قرية الروضة عاملة قلق في دول العالم؟ وإزاي رفعت اسم الزراعة المصرية في العالم؟ تعالوا نعرف إيه الحكاية. في قرية في مصر ممكن تبان بسيطة وهادية من بره، لكن اللي حصل فيها يستحق يتحكي ويتكتب ويتقال كتير. قرية الروضة اللي في محافظة الإسماعيلية قرية فلاحيها بيصحوا على صوت الفجر ويشتغلوا في الأرض بإيديهم، لكن النهاردة اسم القرية دي بيتردد في أوروبا وآسيا والخليج، لأن ببساطة الفراولة اللي بتتزرع هناك وصلت للعالمية. الروضة مش بس بتزرع، الروضة بتنتج وبتصدر وبتخلق فرص شغل وبتدخل عملة صعبة البلد كلها محتاجاها. القرية دي جزء من مركز القنطرة غرب اللي بقى رقم 1 في زراعة الفراولة على مستوى محافظة الإسماعيلية. عندهم 4575 فدان فراولة، يعني أكتر من نص المساحة المزروعة فراولة في المحافظة كلها، واللي هي 8004 فدان، يعني 55% من الإنتاج جاي من القنطرة غرب. والوش اللي طالع للكاميرا هو الروضة. الإنتاج هناك مش بسيط، القنطرة غرب بتطلع حوالي 114275 طن فراولة سنوياً، وكل فدان بينتج في المتوسط 23 طن. يعني لما نحسبها على مستوى المحافظة الإنتاج بيوصل ل 191239 طن. الرقم ده مش رقم عادي، ده رقم بيحط مصر في صفوف الدول الكبيرة اللي بتصدر فراولة للعالم كله. السعودية، الصين، ألمانيا، هولندا، بولندا، روسيا، اليابان، كلهم بيستوردوا الفراولة المصرية، وجزء كبير من اللي بيوصل لهم خارج من الروضة، واللي بقت مشهورة بجودة المحصول والطعم والرائحة والشكل اللي ينافس في أكبر أسواق العالم. ورا كل طن بيتصدر في فلاح بيشتغل، وفي عامل بيروح بيته بمرتب، وفي بيت بيتفتح. في 40,020 عامل بيشتغلوا في زراعة الفراولة في الإسماعيلية بس، يعني كل 1000 فدان بيشتغلوا حوالي 5000 عامل، والدولة شايفة ده وبتخطط تبني عليه. وزارة الزراعة عندها خطة واضحة إننا نوصل بمساحة الفراولة ل 12000 فدان، وده قبل 2030، يعني زيادة 4000 فدان عن النهاردة. وده معناه خلق 20,000 فرصة عمل جديدة، ومش بس أكل عيش، ده استثمار في أرض وعقول وسواعد بتعرف تزرع صح. الدولة مش سايبة الفلاح لوحده، في ندوات بتتعمل باستمرار للفلاحين عشان يعرفوا إمتى يزرعوا وإزاي يحموا المحصول من الآفات، وإزاي يوفروا المية ويستخدموا المبيدات بشكل آمن ويزودوا الإنتاج. وده كله بيرجع في الآخر على جودة المنتج المصري. الناس دايما بتتكلم عن العاصمة، عن المشروعات الكبيرة، عن المصانع، بس الحقيقة إن في قرية صغيرة اسمها الروضة رفعت راس مصر في الزراعة والتصدير، وحولت الفراولة من فاكهة لمحصول استراتيجي بيضخ ملايين الدولارات في الاقتصاد القومي. اللي حصل في الروضة مش بس موسم ناجح، دي قصة نجاح حقيقية من قلب الريف المصري، قصة بتقول إن اللي عنده أرض وعنده نية وعنده علم يقدر يوصل للعالمية من غير ما يسيب بلده ولا يغير طوب الفلاح اللي اتولد بيه. الروضة دلوقتي بقت نموذج، بقت مثل وقدوة لأي قرية تانية بتحلم تحقق نفس النجاح، لأن النجاح هنا طالع من الأرض وحقيقي، مش شعارات ولا كلام على ورق. النجاح في الروضة طالع من طين مصري وسقيا نيل وشغل ناس بتحب بلدها وبتشتغل عشان ترفعها.